عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم باش نوريكم روسيت جديدة متاع ملاوي بطريقة جديدة. انا ديجا بارتاجيت معاكم الروسيت متاع الملاوي في فيديوهات سابقة، اما اليوم باش نخدموها بطريقة جديدة. انا اليوم باش نخدموا بطريقه نتاع 2 كيلات فرينه عليهم كيلو سميد. العاده نخدموا السميد اكثر من الفرينه. هذه ان شاء الله اليوم طريقه جديده ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله نفيدكم بها. اول حاجه عندي لهنا كيلتين فرينه وعليهم كيلو سميد، مغرفه صغيره نتاع ملح. عندي لهنا باش نستحقوا المغرفه نتاع خميره نتاع جاتو، وحاجتي بمغرفه نتاع خميره نتاع خبز. باش نبداو حاجتي بشويه زبده من بعد للتوريق نتاع الملاوي نتاعنا. الطريقه جديده في الملاوي هذه، والا كما يقولوا لها المسمن. باش ناخذوا السميد باش نخدموها بالخلاط، باش نخدموها بالميكسور معناتها. باش ناخذوا كيلة السميد نتاعنا، باش نزيدوا عليها مغرفه الملح، باش نزيدوا عليها المغرفه نتاع الخميره تاع الخبز، وباش نزيدوها 2 كيسان ماء دافيين ونخليو الميكسور نتاعنا تخدم. توا باش ناخذ 2 كيسان ماء نتاعي باش نصبهم على السميد والخميره والملح اللي عندي، باش نحط الميكسور تخدم. لهنا البنات اذا كان حسيتوا اللي الكيسان نتاعكم صغار والكيله نتاع السميد اللي خذيتوها كبيره برشا، معناها ما حسيتوش الخليط هكا، ما حسيتوش اللي السميد تبل، تزيدوا كاس واحد اخر ماء دافي. المهم تو باش نخدموا الميكسور. ولهنا بالطريقه هذه نكونوا خدمنا البات نتاعنا بالكدا، نضمنوا الخميره طلعت ونضمنوا خاطر الماء دافي، ونضمنوا اللي البات نتاعي باش تجي معجونه بالكدا. دونك لهنا البات مش باش تستحق العجينه برشا، مش باش نعجنوها معناتها كيما قاعدين تراو. توا صبينا السميد نتاعنا اللي كان في الميكسور، باش نبداو نزيدوا الفرينه. ماذا بينا الفرينه تكون مصفيه، ماذا بينا ديما الفرينه مصفيه. ان شاء الله تو تجربوا الروسيت وباش تعجبكم برشا. الريزولتا نتاع الملاوي بالطريقه هذه ياسر بنينه وياسر مورقه ومزيانه. توا لهنا نغسلوا يدينا باش نبداو نلموا في البات نتاعنا. احنا ديجا صابين الماء مقعد كان، توا باش نلموا البات. لهنا باش نلموا لمين خاطر ما تستحقش العجينه، ديجا كي خدمناها في الميكسور تعجنت. اذا كان تحبوا على الطريقه العاديه في الملاوي، تو نحط لكم الوصفه في صندوق الوصف، الرابط في صندوق الوصف من لوطا. هكاكا نكون بارتاجيت معاكم الطرق الكل نتاع خدمه الملاوي نتاعنا. تو نكمل نلم البات نتاعي ومن بعد باش نوريكم كيفاش نورقوها. لهنا البات نتاعي حضرت كما قلت لكم، ما تستحقش باش تعجنوها. كما تراو البات ليس مخدومه. لو فات اللي خدمناها بالميكسور ما تستحقش باش نعجنوها برشا. اذا كان انتم تحبوا تعجنوها شويه ميسالش، سينو ما تستحقش، هي مخدومه ديجا بالميكسور بالكدا. توا باش نحطها في ساك بلاستيك نغطيوها بالكدا ونخليوها ترتاح نتاع ربيع ساعه باش نبداو نخدمو. هذه البات نتاعي بعد ما ارتاحت كما قاعدين تراو في التكستور نتاعها. لهنا باش ناخذوا
تاع مغرفة زبدة مارغرين طرية شوية بحرارة الغرفة، باش نزيدوها باكو خميرة، باكو مغرفة معناتها مغرفة كبيرة خميرة، نزيدوها الزيت، هذه هي باش نخدمو بها التوريق، وباش نزيدوها شوية سميد الرقيق اللي كنا نخدمو به، باش نزيدوها شوية سميد تاع مغرفة هكاك ونخلطو بالكدا. هذه هي باش نخدمو بها التوريق. هي توا البات نتاعنا حاضره، واللي باش نورقو بيه حاضر. ناخذوا البات باش نقسموها دي بول صغار. البلان دو ترافاي يبدا نظيف باش نخدمو عليه. هذوما هما نقسمو دي بول كيف ما هكا ونحطوهم. انت وقداش تحب تعمل من خبزه، وانت وقداش وانت وكيفاش تحب كبر الخبزه نتاعك الملاوي. البات نتاعنا خامره بالكدا. انا لهنا نحط الخميره في البات ونحطها في التوريق في الزبده والزيت اللي باش نورقو بيه، باش من بعد تجينا الملاوي نتاعنا مورقه بالكدا. لهنا باش نعملو بهم 5 خبزات باش نبداو. نبداو نحلو البات نتاعنا الاولى. ماذا بينا تكون يدينا بالزيت. نكملو نحلو البات بالكدا. نحلو البات بتاعنا بالكدا. هني ندهنوها بالزبده والزيت اللي حضرناهم. تكون المقله بتاعنا يا اما مقله تيفال يا اما الطاجين بتاع الخبز قاعد يسخن. طريقه جديده في التوريق. ندهنو هذه زاده، نعاودو نرجعو هذه باش يجينا اكثر توريق. خليوها ترتاح يقعد كان بعد باش نحلوها. نكملو نحلو بقية البات بتاعنا بنفس الطريقة. ماذا بينا نحلو البات بالكدا. نكملو الكعبة الثانية. البات تلمون معجونة بالكدا تمشي معنا. كيف نحلوها تتحل.
نكملو ندهنوها بالكدا. السميد اللي حطيناه باش يخلي لنا البات تكون مورقه بالكدا، تجينا هشوشه بالزبده، والخميره تخلي لنا البات كيف تجي مورقه. نكملو. هذوكم هما ليزيتاب تاع التوريق. هذه الكعبه الاخرى. توا الكعبات نتاعي قاعدين يرتاحوا باش نبداو نحلوها كعبه مرتاحه بالكدا. توا مقعد كان باش نحطوها يا اما في مقله تيفال نطيبو والا نطيبو في الطاجين تاع الخبز. يبدا توا سخون كما تراو باش نهزو الخبز نتاعنا ونحطوها، نقبوها فرشيطه شويه. كملوا لي الباقي. توا الخبز نتاعنا حطيناها ونقبناها بالفرشيطه. اول ما تطيب نص اللوطاني نقلبوها. توا باش نقلبوا الخبز نتاعنا كما نطيبوها. توا هذوما هما كعبات الملاوي نتاعنا حضروا. باش نوريكم التوريق. هذا جوست خاطر احنا خدمناها بالميكسور تجينا مورقه اكثر من الملاوي العاديه. ان شاء الله تكون عجبتكم الريسيت. ما تنساوش اللي مازال ماهوش ابوني يكليك على كلمه ابوني، فعلوا الجرس كل ما نهبط ريسيت جديده تجيكم نوتيفيكاسيون. بسلامه.